ازاي تقدر تختار المكان الصح او مركز الصيانة او الورشة الصح اللي انت تصلح فيها عربيتك. طيب اول حاجة لازم تكون عارفها عن مركز الصيانة اللي انت رايحه ده، ان اللي شغال هناك هو مهندس، ويفضل طبعا الحاجات دي انت بتعرفها عن طريق انك بتسأل على المركز اللي انت رايحه ده من قبل ما تروح. ويفضل ان هو يكون مهندس خريج ميكانيكا سيارات، مش خريج مثلا ميكانيكا انتاج او ميكانيكا باور. وطبعا مش بقلل من خريجين ميكانيكا انتاج او ميكانيكا باور، بس طبعا مهندس الميكانيكا السيارات بيبقى دارس اكتر في الكلية بتاعته عن السيارات عامة. انما مهندس ميكانيكا الانتاج او مهندس الميكاترونكس او مهندس الميكانيكا باور بيكون دارس حاجات بسيطة جدا، تكاد تكون يعني 1% بالنسبة للمهندس ميكانيكا السيارات اللي بيدرسه. فلازم تتأكد ان اللي شغال في مركز الصيانة اللي حضرتك هتودي فيه عربيتك هو مهندس. وده ليه؟ ده لعدة اسباب، من اهمها ان انت لو رايح لورشة، صاحب الورشة اللي فاتحها ميكانيكي او اللي واقف هناك ميكانيكي، او واحد هو ملهوش علاقة بالعربيات خالص فاتح بيزنس بس مركز صيانة او ورشة، والمسؤول عن الورشة دي هو ميكانيكي او فني. طبعا قبل اي حاجة انا بحترم كل الفنيين والميكانيكيين اللي موجودين في السوق، بس انا بكلمك في اللي بيحصل في ارض الواقع، بكلمك على اساس شغل انا اشتغلته وتدريب نزلته كتير جدا جدا في مسيرتي التعليمية كلها، من ورش لتوكيلات لمراكز صيانة. شفت فعلا حاجات بتحصل، كوارث بهدل العربية، وشفت ناس فعلا كانت جايه في مشكله في العربيه ومشكله بسيطه، بعد ما جت مركز الصيانه بقى العربيه بقى فيها مشاكل اكتر. فخليني اوضح لك ليه. الميكانيكي اللي انت رايح تديله العربيه او الفني، 3/4 ده لو ما كانش كلهم الا من رحم ربي، هم حافظين خطوات انما مش فاهمين فعلا هم بيعملوا ايه، واغلبيتهم برضو بيبقوا حافظين مش فاهمين هم بيعملوا ايه. هي خطوات حافظينها فبيطبقوها في كل العربيات، انما كحته فهم تقول له انت عملت ده ليه او غيرت ده ليه، هيقول لك معرفش، هي دي كده لما دي بتبوظ احنا بنغير ده. ودي طبعا حاجه بتضر العربيه جدا. انت ممكن تكون رايح بمشكله بسيطه جدا جدا، فالميكانيكي ده نتيجه ان هو حافظ مش فاهم فبيغير لك حاجه ملهاش اي علاقه بالموضوع، تبوظ لك حاجه تانية او تفتح لك مشاكل في العربيه في سكه تانية المشاكل دي ما كانتش موجوده اصلا. طيب وخلينا اديك مثال بسيط جدا على الكلام اللي انا بقوله ده. انت عندك حاجه في العربيه اسمها ضفيره كهربيه، والضفيره الكهربيه دي بتكون مجموعه كبيره من السلوك دي هي اللي ماسكه الكهرباء بتاعت العربيه كلها. طيب الضفيره الكهربيه دي في السيرفيس مانوال بتاع العربيه بيبقى ليها حاجه اسمها وايرنج دايجرام. الوايرنج دايجرام ده فعلا محدش هيعرف يقراه غير مهندس، ولو في ميكانيكي بيعرف يقراه وفني بيعرف يقراه فده فني او ميكانيكي يشتغل على نفسه كتير قوي، لان الوايرنج دايجرام ده زي ما انا قلت لك بيبقى بالانجلش، كله بالانجلش. مفيش ميكانيكي او فني هيعرف يقرا وايرنج دايجرام او هيعرف في جهاز كشف الاعطال الا لو دارس وخد كورسات.